الافضل في هذه المواجهه. مزراوي ام ابراهيم دياز ام اسماعيل السباري ام اشرف حكيمي الثنائيه الدفاعيه نيفا قردو. كثير هي مميزه وكثير هم المؤثرين، يدل ان المنتخب المغربي في حضر بامكانيات وعناصره وتاثير نجومه. لا ما مشاري نظلم اي لاعب، لانك ماكش باش تسمي 15 و16 اللي نزلوا على الميدان تظلم. انسان يستحق مع الجمهور، فما انسان يستحق التنويه، يستحق نذكروه، وليد الركراكي صح، لانه عمل مقابله تكتيكيا رائعه جدا. قلت ايش تجي؟ يعطيك واش قلت؟ اي لا قلت كان ما جاتش معناها، لا جات هي جات ولعبت معناها وريناها. اما المغرب بك القوه وك الاندفاع وك التحضير النفساني الرهيب راهو تتفرج. يعني وليد تكتيكيا فنيا قيد الكاميرون بالطبع، قيدها، وهذاك علاش قول جات ولكن عجزت. هذاك الكلمه عباره الاعجاز معناها مش هكاك، معناها استعملناها بطريقه عفويه، لا اعجاز فعلا. معناها تقريبا جهز فريقه لمقابله نهائي، تقول مقابله نتاع دور نهائي، وفي نفس الوقت معناها كبل الفريق الكاميروني اللي حقيقه نتفرج وكانه الفنيات نتاع المغرب، ولكن ايضا الاندفاع البدني نتاع الكاميرون نلقاه عند المغرب كما قال صابر. راهو كل الثنائيات تقريبا. هذاك علاش صعيب ياسر باش معناها تجبد لاعب من وسط المجموعه. أنا مثلا ايوب الكعبي عمل لي 60 او 70 دقيقه روعه. الهدف الاول اللي حرر الفريق المغربي هو الصوره نتاع الاربع مقابلات السابقه. شكون الهدافين هم؟ ايوب الكعبي 3 اهداف وابراهيم دياز 4 اهداف. تمريره معناها من عند ايوب الكعبي لانه هو صاحب صناعه الهدف والترسيم من ابراهيم دياز. معناها شوف برشا ساعات كي تجي حلوه تجي مع بعض. المغرب اليوم كل التفاصيل تعرف، حتى كل شيء كان رائع اليوم. من روعه اللي شفت، وانا قلت لك في البدايه كل تفصيله في المباراه كانت جميله. الهدف بتاع السيبري لاعب ايمن سدد كره بيسراه بهذه الدقه ومع هذا الزحام داخل منطقه الجزاء، وتوصل للمكان اللي هو محتاجه في الدقه ديت وفي المكان ده حاجه يعني اداء اسطوري في تفاصيل صغيره يعني يحسب لكل جميع اعضاء المنتخب المغربي في مباراه اليوم. اذا كذلك كسر عقده عدم الوصول من عام 2004 اليوم تصل بعد الرياضيات بعده 21 عام 22 دخلنا في الايام. اما في الايام عندنا محامي وعندنا دكتور محاسب ايضا، وعندنا جوجل وعندنا رئيس بلديه عنده الارقام قداش مولود وكل شيء. بس ندخل مسعود عنده شنو سعود؟ عنده العاطفه، عنده كل شيء، عنده الهدوء، عنده الحضور، عنده الابتسامه الجميله، عنده الهدوء. ان شاء الله تحضر غدا بعد الجزائر وان شاء الله بعد مصر. عطفا على وليد الركراكي اليوم حقيقه كلنا سعداء بما تحقق من ارقام. اولا هذا منتخب مغربي يكمل المباراه الخامسه وهو من دون هزيمه، يكمل المباراه الخامسه وليس في دفاعه الا هدف واحد، يكمل المباراه الخامسه وعنده 4 كلين شيت لياسين بونو باقل تصديات، دليل على ان المنظومه الدفاعيه في اجمل تجلياتها ما في ادنى شك. ثم ايضا هي مباراه وليد الركراكي. لماذا مباراه وليد الركراكي؟ لانه حطم فيها الكثير من الارقام القياسيه، نجح فيما عجز عنه مدربون كثر، ثم ايضا اصبح بالامانه هو اول مدرب ولاعب يبلغ نصف نهائي كاس افريقيا الامم، بلغه لاعبا سنه 2004 واليوم يصله ايضا مدربا. اذا رقم قياسي وصله كلاعب وكذلك كمدرب اليوم وليد الركراكي للمربع الذهبي في كاس افريقيا. نتابع ماذا قال بعد هذا التأهل. Félicitations pour la victoire. على هذا الفوز الليلة لعبتم بأريحية مقارنة بمباراتكم ضد منتخب تنزانيا، ما الذي تغير؟ إلى حد ما صحيح لأننا سجلنا في وقت مبكر، ولكن ضد المنتخب التنزاني لم نلعب بطريقة جيدة ووقع نقدنا بطريقة لاذعة، ولكن في كرة القدم هناك هزات في المستوى لم ندخل بطريقة جيدة ضد المنتخب التنزاني ولما
نرهقهم. أما ضد المنتخب الكاميروني فقد أرهقناهم، وفي الشوط الثاني أعطونا الثقة الكبيرة في أنفسنا. وفي هكذا مباريات يجب أن تتحكم في ردهات المباراة ويجب أن تربح كل الثنائيات. أريد أن أشكر كل اللاعبين وأشكر الجمهور الذي كان خارقا للعادة واستثنائي، وأيضا المنتخب الكاميروني أيضا ارتقى للمستويات المعلقة عليه. إذن أنا سعيد لأجل كل المغاربة لأننا لم نصل لنصف النهائي منذ 20 سنة. أن تضع اسم المغرب على الخارطة القارية شيء مهم. نبدأ فيما انتهى وليد الركراكي يا مسعود. ليس من السهل أن تضع المغرب من جديد على الخارطة وأن تنافس وأن يعيد هذا الرجل وليد تحديدا بإمكانيات نجومه، بحضور الأسماء الكبيرة في أمور فنية بارزة كانت مميزة، حضرت ونجحت بتأهل المنتخب بلادها بانتصار أمام عقدة بحجم المنتخب الكاميروني. بالفعل قوله صحيح جدا، لأنه هو عاش هذا التجربة، عاشها كلاعب، عاشها كمدرب، عاش الضغوط، عاش الانتقادات التي لاحقته بالرغم من الإنجاز اللي حقه في مونديال قطر هنا. الانتقادات لم تتوقف حتى قبل بداية البطولة، مع بداية البطولة. رد الفعل اليوم كان جيد جدا، كان إيجابي. أنا نظن بداية المباراة اليوم الضغوط راح ترفع على هذا المدرب، ولازم ترفع على هذا المدرب. لازم نعطيه يعني فرصة للفريق كي يتنفس ويتخلص من الضغوط التي لاحقته. اليوم كان الضغط حتى من جانب الجماهير كان ضغط إيجابي. أنا لو تعطيني تقول لي مين أفضل لاعب في المباراة نقول لك الجمهور، لأنه دعمه كان رهيب جدا. فالمدرب بالفعل أنه يقول لك يعني مش من السهل أنك تحط الفريق على هذا الطريق، ونظن أنه هذه ممكن ذكرت نقطة جدا إيجابية. الجمهور دوره كان كبير اليوم. الجمهور المغربي كان حاضرا محفزا مشجعا وداعما، وكذلك الجمهور هو الرقم 1. نسمع ماذا قالت وعبرت من أصوات مشجعة محفزة الجماهير المغربية الحاضرة في المباراة. نتابع. أصوات الجماهير واصلة هنا في استوديو مساء رياضي. كيف لا تلعب من أجل هذه الجماهير؟ كيف لا تحفزك هذه الجماهير؟ كيف لا ما تقاتل عشان هذه الجماهير؟ كيف أن تحاول أن تسعد هذه الجماهير؟ بالطبع، والفرصة كانت مواتية جدا، لأنه المباراة هذه مرجعية. ربما المنتخب المغربي لم يختبر أمام منتخب يعني بهذا الحجم منذ فترة. اليوم كانت مباراة مرجعية أمام منتخب قوي، أمام أمة في كرة القدم، فريق حائز على 5 ألقاب في كأس أفريقيا. فمش من السهل أنك تتغلب عليه، وكما قلت يعني دور الجمهور كان كبير جدا. جميل. الفرحة في كل مكان، كانت في الرباط، في أكادير، في مراكش، نعيشها في مراكش.